السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال يا ربي. خوتي، كيف ما قلت لكم الفيديو ديال البارح غادي نقول لكم شنو الحوايج وقعوا مع عبد النور هو الاول، عاد من بعد ان شاء الله نقول لكم شنو وقع معايا من هاد الايام وهاد الفتره اللي دازت. المهم عبد النور اللهم لك الحمد، كيف ما كتشوفوا هاد الصوره عبد النور من 7 ايام اخوتي، من 7 ايام، الاسبوع الاول ديالو فاش ولدتو وانا انا في السبيطار وجري وعارفين السبيطارات اخوتي والدراري الصغار والبرد واللي عنده وليدات اخرين من غير المريض. المهم عانيت مع عبد النور اللهم لك الحمد. كيف ما قلت لكم 3 سنين. من بعد ما تلاقيت مع واحد السيده وقنعتني ندخل واحد الشركه اللي هي شركه دي اكس ان. المهم اخوتي هاد الشركه انا في الاول صراحه طلع مشيت كضيفه معروضه. صراحه طلع عجبني دوك المنتوجات ديالهم، المعامله ديال الناس تما وديال الاعضاء كاملين كيفاش تعاملوا معنا. الحمد لله جميع الاعضاء قنعوني باش نستعمل هاد العلاج لعبد النور. بدينا بالسبيرولين اخوتي، المهم نلقى الراحه ولدي عليها، وحتى انا لقيت الراحه مني ولدي ما مرضش وما مشيتش معاه بزاف السبيطار هاد الايام. المهم راكم نتوما كنتو كتشوفوني بزاف كنت كنمشي للسبيطار. المهم اخوتي انا كنصحكم الوليدات صغار تبداو ليهم بعد سبيرولين هادي كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي، هما المنافع ديالها هما هنا كاينين. المهم اخوتي غنحط لكم واحد الفيديو وشوفوه مزيان، كنتمنى حتى نتوما تتبعوا هاد الخطوات وتبداو بعد سبيرولينا كعلاج. ومن بعد اخوتي غنبقى نحط لكم كيفاش طورت طريقه العلاج ديال عبد النور. المهم اخوتي اللهم لك الحمد، عبد النور بخير وعلى خير. كيف ما قلت لكم راه بزاف د الحوايج تغيروا في هاد الشهرين اللي غبرنا. المهم اللهم لك الحمد، عبد النور ولا بخير وعلى خير الحمد لله. غنبقى نتبع لها السبيرولينا حتى من بعد ان شاء الله، ونشوفهم اشنو غيتبعوا له من بعد، اشنو من دواء غيعطيو لها من بعد باش يبقى يستعملو. المهم اخوتي كيف ما كان الحال هاد الدواء سهل ليه على الجهاز التنفسي ديالو، على صحيحته، هو باقي صغير، وعلى عظيمته عارفين الدواء انتيكويدا شنو تيدير للدراري. المهم اخوتي غنحط لكم واحد الفيديو وكنتمنى تفرجوا مزيان اخوتي وتستافدوا من هذا الموضوع اللي غنقول لكم. هو انه اخوتي غنبقى نحط لكم واحد نمره التليفون باش اللي بغى يستافد ولا بيعرف الطريقه باش ياخذ هاد السبيرولينا للوليدات الصغار ولا حتى الكبار اخوتي كيف ما كتشوفوا. المهم انا استعملته لعبد النور وعن تجربه اخوتي لقيت الحمد لله النتيجه اللهم لك الحمد. غنبقى نستعملو هاد الدواء خصوصا في هاد الايام البرد. واخا الحمد لله دابا بخير اللهم لك الحمد، بخير كيف ما قلت لكم ولا بخير الحمد لله. والفضل كيرجع للسيده اللي نصحتني وداتني لهذه الشركه. المهم حتى الطريقه باش بداو معايا خوتي زوينه وكانت لطيفه وكانت وساعدوني بزاف وقفوا معايا حتى فهمت كيفاش ناخذ الدواء ونستعمله. كنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم اخوتي، والى اللقاء الى فيديو مقبل، وخليكم مع هذا الفيديو. لما غنجيو نقول لكم انا مثلا لي بيتا كاروتين، لي بيتا كاروتين ماشي كلشي غيعرف شنو هي الفائده ديال لي بيتا كاروتين، وماشي كلكم غير لي بيتا كاروتين غتجي غتقول لي عنده هذيك لا ريتين تقلعات من بلاصتها نعطيه لا سبيرولين. علاش؟ لان عارفه بان غنيه بالبيتا كاروتين وهي غادي تلصق لا ريتين على لو فون ديال العين، وبنادم عوض ما يدير عمليه اللي غتطلب يعني اموال طائله غياخذ لا سبيرولين. كنعرفها بان هي والكولاجين اللي كاينه فيها غتقوم بالعمليه ديال الصاق لا ريتين داك القرنيه على لا ريتين، وغتشوف بانه الانسان ولا العين ديالو ممتازه. اذا المطلوب هو انني نعرف الاشياء الاساسيه، ثم اذا كان هناك حالات خاصه مرحبا ممكن اننا نعطيوها لكم على شكل هدايا. اذا الان عرفت بان المحيط اللي كنعيش فيه هو السبب ديال الامراض ديالي. واش كاين حل؟ نعم. كيف؟ التفكير الايجابي والتغذيه السليمه، ثم كونسومي كوريكتومون لو كرو و اس ام اس.